بعد تجارب كتير جرّبتها للكوكيز، تعالي أقول لِك النهارده على أسهل وأسرع وصفة كوكيز هتجرّبيها وفي خطوتين بس هتبقى جاهزة. هتجيبي كوباية من العسل الأسود وعليها بيضة ورشة صغيرة كده من الفانيليا السايلة أو ممكن تستخدمي الفانيليا البودر عادي، هتقلبيهم مع بعض كويس لحد ما البيضة تختفي تمامًا في العسل. بعد كده بقى هتبدئي إن أنتِ تجيبي نُص كوباية من الزبدة، الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة أو ممكن تكوني مدوباها في الميكروويف وسايباها تبرد خالص. هاقلب الزبدة كويس مع العسل والبيض لحد ما تدوب تمامًا، وفي بولة تانية عندي 3 كوبايات ونُص من الدقيق، عليهم رشة ملح وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهاقلب المكونات الجافة مع بعض، وهابدأ أضيف المكونات الجافة بالتدريج على المكونات السايلة. الأول كنت باقلب بالمضرب كده، وبعد كده بدأت إن أنا أدخّل المكونات في بعض بالإسباتيولا، وبمجرد ما الدقيق اختفى تمامًا دخّلتها التلاجة ربع ساعة، وبعد كده طلّعتها شكّلتها بالشكل اللي أنتم شايفينه، طبعًا حجم الكوكيز ده اختياري بالنسبة لِك. في الوقت ده كنت مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180، دخّلت الصينية لمدة 12 دقيقة بس يا دوب تاخد لون دهبي حلو كده من تحت، وخرّجتها سِبتها تبرد، وبعدين قدّمتها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أنا عايزاكم تجرّبوها متأكدة إن أنتم هتدمنوها بسبب سهولة طريقتها وكمان طعمها الخطير. بُصّوا شكلها ولونها، الكوكيز دي أو الطريقة دي بتجمع ما بين الكوكيز اللي مقرمشة من برّه وطرية من جوّه، تشبه شوية الكوكيز بتاعة الأفران بس على طعم أحلى شوية. جرّبوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم إيه.